دلوقتي احنا قلنا الجسم بيحتاج 10% دهون مشبعة و20% دهون غير مشبعة. لا، هو احنا مش قلنا ان هو محتاج دهون مشبعة، هو محتاج توتال دهون 30%. ال30% تلتهم، التلتين قصدي، يعني 20% منهم يكون دهون غير مشبعة. دهون غير مشبعة يعني ايه؟ يعني فيها دبل بوند. و10% دهون مشبعة. ولو اخدت 30% دهون غير مشبعة دي حاجة برضو كويسة. يعني الدهون المشبعة كويسة بس وزن ليميت، يعني في الرينج بتاعها. ده الانسان طبيعي. لو حد عنده اي مشكلة قلنا ما ياخدش دهون مشبعة. هي ايه الدهون المشبعة اصلا؟ اللي هي السمنة والزبدة البلدي. السمنة والزبدة البلدي هي دي الدهون المشبعة. تمام. دي كويسة طول ما هي في الايه، في النورمال رينج بتاعها، في الحد الطبيعي بتاعها. طب الدهون الغير مشبعة، الدهون المشبعة زي البلانت سورس، اللي هي جايه من البلانت سورس، اللي هي زي زيت الزيتون، الزيوت اللي هي السائلة. تمام. طيب الزيوت السائلة دي اذا كلها كويسة. هي الزيوت السائلة كلها كويسة ما عدا نوع منها، يعني اللي هو زيت النخيل. زيت النخيل ده هو ما بيبقاش في الصورة السائلة، وده زيت وحش مش بنحبه، ده مضر جدا جدا جدا. طيب زيت جوز الهند، ما هو ما بيبقاش في الصورة السائلة في الشتاء، بيتجمد، ما بيبقاش سايل، بس هو مفيد. مفيد ليه؟ قلنا عشان فيه الام سي تي اللي هي الميديم تشين ترايجليسرايد، في اللي هي الدهون الصغنططه دي اللي ما بتحتاجش موصلات يوصلها تعمل شغلها. تمام. طيب يبقى احنا المهم دلوقتي ان الزيوت اللي هي الانساتيوريتد فاتي اسيد او الدهون الغير مشبعه، زي الزيوت اللي جايه من بلانت سورس، جايه من مصدر نباتي، دول حلوين ما عدا واحد فيهم، البالم جيرم اويل، او اللي هو ايه، النخيل ده مش كويس، مش حلو. طيب حاجه تانية، لان دلوقتي انا اطبخ بايه؟ اطبخ بايه برضو السؤال بتاعنا، اطبخ بايه؟ طيب نقدر نطبخ بالسمنه والزبده البلدي، بس في الوزن رينج بتاعها، في الليميت المعين بتاعها. طيب اقدر اقلي في زيت زيتون مثلا، في زيت حبه بركه مقلي فيهم؟ لا، لان الزيوت دي غير مشبعه، فلما هتتعرض لدرجه حراره عاليه والمده طويله كمان، القلي احنا بنعلي درجه الحراره ونسيب الحاجه تتقلي في النار شويه، ده ساعتها هيعرضها للاكسده، عشان الغير مشبعه تتعرض للاكسده. حاجه تانية، احنا اصلا في الهيلثي دايت لما بنتكلم على حاجه صحيه، موضوع القلي ده مش اوبشن موجود معانا. مفيش حاجه اسمها تقلي، مفيش حاجه اسمها ان احنا نعرض الحاجه لدرجه حراره عاليه وعماله تتعرض للاكسده وتطلع لي الشوارد الحره او الفري راديكال، ده مش موجود. عشان كده افضل طريقه للقلي انك تستخدم يا اما شوي، يا اما تستخدم الاير فراير في القلي، يا اما هترش رشتين كده زيت زيتون بقى، زيت حبه بركه، زيت نضيف كده كويس، تمام، وتحطه في الفرن، يا اما هتستخدم الاير فراير على حسب الميزانيه بتاعتنا يعني. ماشي. لكن مش صح خالص ان انا اقلي في نار عاليه، لان ساعتها هتحول الزيت الزيتون ده او الزيوت النظيفه دي والكويسه والصحيه، هتحولها للاكسده، هتتاكسد. الزيوت الغير مشبعه دي هتتاكسد، ساعتها هتضرني وهتبقى حاجه ضاره ليا، مش هتفيدني، بالعكس ده مصيبه سودة يعني.